قصتي ما بعرف اذا كانت حقيقة ولا اوهام كنت عم اشوفها. بس مش معقول يكون اوهام، لانه كل شيء كان تقريبا شبه ملموس عندي. بداية القصة تخبركم عني. انا بشتغل بالعقار. يوم من الايام عادي بصحى الصبح عادي وبفطر وبروح على شغلي وبرجع عادي طبيعي ما في اي شيء. لوقت مرة اجتني اجتني زبوني، قالت لي انه هي عندها فيلا موجودة. الفيلا هيدي موجودة بمنطقة بحرية، يعني على البحر جاي شوي، مرتفعة هيك حلوة كتير. اما لما رحت شفتها انا كتير بتجنن. ورتني الفيلا، آه، جميع الخدمات فيها، بيسين فيها، كل شيء موجود فيها. كتير يعني عن جد حلوة. انا قلت اكيد راح تعطيني سعر كبير كتير. قلت ببالي انه هيدي تقريبا الفيلا بتسوى 500,000 دولار. بنصدم بمبلغ 70,000 دولار. قلت لها اكيد؟ قالت لي نعم، ايه اكيد. قالت لي ليه غالية؟ قلت لها بصراحة لا، رخيصة، وهيدا اللي خوفني. شو فيها يعني ليك؟ شو بهالفيلا يعني؟ عليها مشاكل؟ عليها شي؟ في خلافات ورا يعني ورث ولا شي ولا؟ قالت لي لا ابدا، الاوراق سليمه وفيك تراجعها بالحكومه وكذا. ما صدقت بالحقيقه. رحنا على يعني اداره الاملاك ونشوف فعلا مسجله باسمها ورسميه وما عليها مشاكل. قلت لها اوكي، رح اشتريها، لاني مو واثق اني رح اقدر ابيعها اضعاف السعر. رحنا تممنا عقد البيع واخدتها وانبسطت كتير الحقيقه. انا ما بعرف شو بدي اقول لكم، بس اللي صار معي انه انا من الفرحة، يعني ما بتعرف شو عملت من الفرحة. إيه، كنت بدي اخدها الي، مع انه يعني فيلا كتير واو. بس ما بعرف. خبرت خطيبتي انه انا اشتريت فيلا رخيصة موقعها كذا كذا، تعي تنشوفها شو رأيك؟ ما صدقتني، قالت لي كتير رخيصة. قالت لي شو رايك نشوفها وهيك؟ قلت لها يلا نروح. اتفقنا على المسوية انه نروح هيك نشوفها، ويمكن نتعشى هيك، نتعشى فيها ونحتفل فيها، يعني احتفال وكذا. إيه، طبعا انا الفيلا نظيفة، يعني ما عليها غبرة، ما عليها نظيفة لأنها مستخدمة، يعني ما فيها شي. فجبنا أغراض الشوي ولحمة وكذا ومبسوطين. جيت أنا وهي وفتنا وقعدنا وحضرنا وشغلنا الميوزك وكذا وحطينا شموع. كتير كانت يعني عن جد كتير مبسوط. قعد انا بشوي كذا، قلت لها شو رايك يعني نعمل سلطه كذا وكمان حده. فقلت لها ليكي في المطبخ جيبي بندوره وهيك، حط بندوره. هي راحت تجيب البندوره وهيك. شوي بسمع صرخه، اتلبكت. الصرخة هيدي صرخة وحدة، خطيبتي يعني، ما عندي حدا. ركضت على المطبخ، لقيت خطيبتي عادي شايلة البندورة وجاي. بقول لها انت شبك شي؟ صرختي؟ بتقلي لا. قلت لها عن جد؟
يمكن، بس ما بعرف. الصوت كان جاي من قلب الفيلا مش من برا. لا يمكن بتهيألي اني سمعت صوت يعني، فتلبكت فكرت انت يعني ولا شيء. بالحقيقة ما خدت بالي بهالموضوع، مشيت الامر عادي يعني، وهيك جيت قعدت اتقطع البندورة وانا عم بشوي. جهزنا كل شي واستوى الاكل وجينا تناكل. طبعا انا قمت لحتى، طبعا تعرفوا بدي غسل ايدي لحتى يعني اكل على نظافة. فتت جوا وفتت على التواليت لحتى بدي اغسل ايدي وكذا. بس فتت هون عم غسل هيك ايدي وكذا، فجأة في شي غريب صار عن جد. شفت كأني لمحت طفل مرق من وراي. طفل مرق من وراي بسرعة هيك بخطف على الباب. خفت، طلعت هيك بسرعة، لقيت الباب عادي مقفل مثل ما كنت مقفله، ما في شي. شو عم بصير؟ شو الهبل هيدا؟ شو اللي شفته انا؟ هلا انا ما خدت ببالي يعني، خلص هيك ومرق الموضوع. رحت فتحت باب التواليت. اول ما فتحت باب التواليت رجعت لمحته، كان طفل واقف خلف الباب. بس فتحت الباب شفته، غمضت عيوني هيك بسرعة، فتحت منظر منه مش هين. خفت، لمحت هيك لقيت ما في شي. شو عم بصير معي؟ شو في؟ فمشيت بسرعة، بدي روح. ما بعرف ليه حسيت كأنه في حدا بيلحقني. خايف اني اتفرج وراي عن جد، بس حاسس انه حدا بيمشي وراي، بسرع بيسرع، بوقف. عمي شو في؟ هلا رميت بسرعة هيك ورا ظهري، ما لقيت شي. مشيت عادي، رحت عند خطيبتي، كنت كتير معرق. قلت لي شو بك؟ مش يعني ما نشفت وشك من المي وهيك؟ قلت لها بلا. قالت لي طب شو بك المي هيدا اللي على وشك؟ قلت لها يمكن عرق. قالت لي شو تعبان؟ قلت لها لا، انا ما حبيت اقول لها خطيبتي، لانه انا عارف اذا بدي اقول لها يمكن تخاف او ما بتصدقني، او ما بعرف شو رح يكون الموقف. اكلنا، بس بصراحة ما اكلت منيح. كان كل تفكيري بالمنظر اللي شفته بالتواليت، نص الطفل اللي مرق من وراي هيدا طفل، ولا فتحت الباب، ولا عم بتخيل انا، ولا شو عم بصير؟ ما بعرف. ضل اتأخر الوقت. تلفن خيا لخطيبتي وسألني وين كنت، اجى على الفيلا وكذا. فانا قلت له خلص بيبقى هون بنام الليلة، بقعد على البحر وكذا، وبكره الصبح بمرق عليكي. فلي معه يعني، راحت مع خيا مشيت. بصراحة من الخوف انا بدي اقول لكم شغلة، ضويت كل أضوية الفيلا، ما خليت، كلها فوق تحت كلها وبرا، لحتى تكون مطمن. ما بعرف هيك. وضلت الليلة عادي، كنت اسمع موسيقى والبحر. قلت تنام،
وبكرة الصبح بشوف يمكن كانت اوهام او شي. لحد طلعت فوق، نمت على السرير كنت مشغل الراديو مبسوط ما في شي. غفلت عيني، بس غفلت عيني حسيت انه في ولد قاعد حدي على السرير. هو سرير مش منه مفرد، مجوز يعني لاتنين. كنت حاسس قاعد طفل قاعد بتفرج فيي، ما بعرف كنت بحلم انا ولا كنت وعيت. بقول لي تعال. يا خفت، كنت ارجف. بقول لي تعال تعال الحقني. انا مين انت؟ تعال تعال الحقني، بس هيك عم بيقول لي. ما قبلت، كمش ايدي فقت. تفرجت يمين شمال ما في شي. قلت عم بتهيالي هيا عم بحلم، قلت عم بحلم اكيد. قلت لازم نام. رجعت بدي اتغفي عيني، حسيت ايد الباب عم زرفة الباب عم حدا بيحرك فيها. خفت وقفت، قلت يمكن حرامي. جيت ورا الباب لحتى اكمشوا الحرامي اذا كان حرامي او شي. بعد لا، بس ايد الباب عم تتحرك عن جد. قويت قلبي، بس ايد الباب، فتحت الباب بسرعة. لقيت مثل خيال شي صغير هيك كأنه خيال طفل بسرعة ركض. طلعت برا هيك على الكرادور، على الوقت هيك برا بتفرج. لقيت الباب، في باب بينزل على درج قفل. لحقت وانا خايف عن جد. في حدا بهال يعني ما بعرف، في ناس ساكنين هون. حتعيط يا صبي، مين انت؟ في حدا هون؟ في حدا هون؟ لقيت حدا بس فجأة وانا عم عيط بيقول لي تعال تعال. مين انت؟ شو بدك؟ تعال. وين اجي؟ تعال. نزل. هلا نزلت على الدرج، بدي اشوف يمكن في عيلة، يمكن في ناس ما بعرف. نزلت 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 نزلت. الغريبة بالموضوع انه انا تارك الاضوية كلها منورة، بس بهالدرج لا. ليه؟ انا نازل لقيت الصبي واقف. قعدت اتفرج عليه وهو يتفرج. قعدت ارجف من الخوف. بقول له انت مين؟ بيقول لي انا هون. شو هون؟ هون هون، بيأشر لي هون. قعدت امشي شوي شوي، قربت. بقول له وين امك؟ بقول لي انا هون. شو هون؟ شو يعني هون؟ قربت قربت قربت. فجأة لقيت الولد غمض عيونه نام. جيت بدي اكمشه ما لقيته. هلا
خفت، ركضت، هربت من الفيلا كلها. والله صدقوني حافة ما خدت شي، لا سولارير ولا شي، بس بدي فل من هالمنطقة. تاني نهار رحت للزبونة لحتى إلا شو عم بصير، شو في، شو مين هيدا وفي صبي. بخبروني انه هيدي الزبونة او هيدي المدام سافرت مش هون، سافرت نهار الصبح. خفت. طب شو طب ما بعرف، ابيع الفيلا وخلصنا ولا شو القصة؟ قررت انه خلص بدي بيع الفيلا، ما بقى بدي اروح هونيك. رجعت على بيتي وانا نايم، لقيت الصبي بيقول لي ما تبيع الفيلا، انا هون تعا. كيف يعني ما بيع الفيلا؟ فقت بسرعة، تلفنت على خطيبتي، خبرتها، قلت لها هيك عم بصير معي ومش عم بقدر نام. قالت شو بتحكي؟ قلت لها عن جد هيدا اللي صار. قالت عم تمزح معي؟ قلت لها لا هيدا اللي صار. طلعت قالت طيب فينا نروح نشوف؟ قلت لها ما بدي روح، خايف. قالت بنروح انا وياك وخيو. رحنا، قعدنا فترة، ما في شي، ما صار شي. فكروني عم كذب، فكروني انه انا بني شي يعني، بس لا، كل شي شفته عن جد. انا عن جد بقول. فلينا، ضليت افكر بالموضوع. خطيبتي بتقول هدي حالك، انت من تعب الشغل واعصابك تعبانه وهيك. انا كنت بسمع منهم بس انا مش مقتنع بكل اللي بيقولوه، انا عارف انا شو اللي شفته. قررت اني اروح لحالي، بدي اشوف. شككوني انه هيدا وهم، قررت روح. رحت بالمساء، قعدت في صالون هيك بالكراسي وكنب، قعدت. وانا قاعد شو شفت؟ لقيت منظر غريب. لقيت الزلمة شايل طفل او مرة ما بعرف، بس حدا كأنه مغطي شعره او ما بعرف شو كان لابس، عم يطلع الدرج. عيطت له هاي انت يا استاذ يا محترم، مين انت؟ ما رد علي. قمت قعدت امشي وراه شوي تسرسب. لقيته عم ينزل بذات الدرج. نزلت وراه من غير بلا ما يحس فيي. نزلت هو بينزل، لقيته قاعد بيكسر بلاط، بيحفر. شو عمل؟ بتعرفوا؟ هيدا المنظر ما بنساه ابدا. لقيته عم بينزل الطفل، بيطمر وبيرجع البلاط مطرحه. خفت، رجعت ورا، قعدت اركض. طلعت من الفيلا.
ضليت خايف برجف. تلفلت على خطيبتي قلت لها شفت 1 2 3. قالت لي انا جاية. اجت معها خيا، اجوا قالوا لي شوفي. قلت لهم اللي صار 1 2 3. انا حلمت انه الصبي بيقول لي انا هون، وانا لما قعدت على الكنب لقيت زلمي او مرة ما بعرف مين شايل الطفل، طلع على زيت الدرج ونزل على الدرج اللي نزلني عليه وقت ما كنت لحقته. مطرح ما قال لي انا هون دفنه. قال انت متأكد؟ ايه. قال بنحفر وبنشوف. قلت له ما بعرف. قررنا انه نحفر ونشوف شو في. قعدنا نحفر لقينا جثة طفل. لقينا فعلا جثة طفل. ركضت، تلبكوا، قالوا طيب شو بنعمل؟ قلت ما بعرف. بلغنا البوليس، اجى البوليس وشاف وشالوا الجثة وخدوها على المعمل. انا طلعت منها اكيد لانه انا كنت مشتل يا دوب الطفل مقتول من مدة شوي. ما بعرف. انا عرفت انه هيدي المرة اللي بعتني الفيلا هي اللي قتلته، بس ليش انا؟ كيف الطفل اجى قال لي؟ شو هيدي روحه يعني ولا شو؟ ما بعرف. هيدي قصتي.